الفنان محمد عبد القدوس غنى له عبد الحليم يا سيدي امرك امرك يا سيدي. محمد عبد القدوس المونولوجيست الاول مهووس الفن من روزا اليوسف، طرده والده ثم ترك الهندسه بسبب التمثيل. اهلا بكم في قناتي اخبار الفنانين مع ايمي. لسه ما اشتركش يشترك ويحط اللايك والكومنت. الفنان محمد عبد القدوس فنان ساب كل حاجه عشان ظهروا جو الفن وجو التمثيل. عيله كبيره ومعروفه عالم التمثيل والصحافة. حلقة مميزة نحكي فيها عن فنان مميز في كل شيء، موهبته واختياراته وعيلته. اسمه محمد أحمد رضوان سليمان عبد القدوس، مواليد 3 أغسطس 1888 بقرية الصالحية محافظة الشرقية. والده كان الشيخ رضوان عبد القدوس، خريجي الأزهر الشريف. والده كان بيشتغل كاتب بالمحاكم الشرعية، ووالدته ست تركية الأصل. درس محمد عبد القدوس في مدرسة الفنون والصنايع اللي كان اسمها المهندس خانة، بتعادل دلوقتي في وقتنا ده كلية الهندسة. بعد تخرجه عمل ناظر في مدرسة نجا حمادي الصناعية، وانتقل إلى القاهرة واشتغل مهندس للطرق والكباري. يتنقل إلى القاهرة، كانش متخيل أبدا إنه هينتقل إلى التمثيل والتأليف. لما انتقل إلى القاهرة تعرف على رائدة الصحافة في مصر روزا اليوسف أو فاطمة اليوسف، كانت بتشتغل في الوقت ده في التمثيل على مسرح رمسيس مع يوسف وهبي. كانت بطلة المسرح والمسرحيات، جاب بيها وحصلت بينهم قصة حب واتجوزها. بسبب الزيجة دي أبوه الشيخ محمد عبد القدوس غضب منه وغضب عليه، شاف انه من المستحيل ان ابنه اللي متخرج من المهندس خانة خريج الازهر ازاي انه يتجوز من مشخصاتيه. ما زمان كانوا بيقولوا على الممثله مشخصاتيه. كانت روزا اليوسف نجمه مسرح رمسيس. خيروا والده بانه يطلقها او يسيب البيت، يتخلى عنها. الفنان محمد عبد القدوس فضل انه يتخلى عن مراته وعن ابنه. كانت انجبت منه احسان عبد القدوس الكاتب المشهور. ساب عيلته عشان خاطر حبيبته ومراته وزوجته وام ابنه. بعد فتره محمد عبد القدوس تعرف على الفنان نجيب الريحاني، كان لسه بيكون فرقة الريحاني المسرحية، وعرض عليه ان هو ينضم الى فرقته، لان الفنان نجيب الريحاني شاف فيه موهبة كوميدية بسيطة ومحببة للنفس. طبعا محمد عبد القدوس وافق عشان يبقى مع زوجته في المسرح. كانت اول خطواته الفنية من خلال مسرح الريحاني، وبدأ بتجاربه الفنية اللي فادته كتير في مسيرته التمثيلية، لان وجوده مع نجيب الريحاني عطاه خبرة كبيرة جدا في مجال التمثيل والوقوف على خشبة المسرح. بعد ما قدم اكتر من عرض مسرحي ناجح، قرر ان هو يستقيل من وظيفته عشان يركز في التمثيل. اكتر من عرض مسرحي لقى نفسه محمد عبد القدوس انه يقدر يألف يعني بالتمثيل. بالفعل ده اللي حصل، وبقى يكتب نصوص مسرحية ناجحة لأكتر من فرقة من الفرق، مش بس الفرقة نجيب الريحاني. بينه وبين الموسيقار محمد عبد الوهاب صداقة كبيرة جدا. بعد ما نجح في التمثيل والتأليف المسرحي، محمد عبد الوهاب فتح ليه الباب انه يدخل السينما لما عرض عليه الموسيقار محمد عبد الوهاب انه يمثل معاه في الوردة البيضاء دور نبيل أفندي باش كاتب الدايرة. بعد تفكير طويل من الفنان محمد عبد القدوس انه يخوض التجربة. الحقيقة ان التجربة كانت ناجحة جدا ومثمرة. اشترك بعد كده في كذا فيلم بيأدي فيها دور الاب او الراجل الشركسي او الباشا، ان ملامح وجهه غير مصرية، خارج حروفه مكسورة خليته يقدم الشخصيات دي بالذات. طبعا كلنا فاكرين دوره في فيلم سر طاقية الإخفاء ابو عصفور. الفنان عبد المنعم ابراهيم وزهرة العلا اغنية يا سيدي امرك امرك يا سيدي اللي غناها لعبد الحليم حافظ، وكان معاه عبد السلام النابلسي في العربية. فيلم ليالي الحب اللي قام فيه الفنان محمد عبد القدوس بدور ممتاز شركس. فيلم انا حر قام بدور حسين زايد ابو لبنى عبد العزيز. قدم افلام تانية كتير زي اثار على الرمال، العمر واحد، شريك حياتي، الهام، يحيى الحب، رسالة، رصاصة في القلب. بلغ عدد افلامه اللي قدمها 15 فيلم. قدم عدد كبير جدا من النصوص المسرحية. وقت قرر انه يرجع تاني لوظيفته في الطرق والكباري، جمع بين الفن والهندسة. اتجوز الفنانة فاطمة اليوسف او روزا اليوسف، وانجب منها ابنه الوحيد احسان عبد القدوس رائد السينما الرومانسية في العصر الذهبي. وبعد فترة اتطلقت منه فاطمة اليوسف. قرر انه ما ياخدش التجربة دي تاني، مش اعزب يربي ابنه الوحيد احسان. قرر ان هو ياخده من مامته ويهتم بيه وبتربيته. كمان اهتم بالسينما والمسرح والهندسة. سنة 1969 عن عالمنا الفنان الجميل قدوس عن عمره 81 سنة، هدوء تام من غير اي صخب، زي ما عاش دايما حياته الفنية. لو عجبكم الفيديو لايك واشتراك في القناة.